يلا يا حموكشة اجري وراه. مالك بطلت تجري ليه يا حموكشة؟ بس بقى ده انت شحط كبير. في حد في سنك بيطلع يجري ورا العربيات؟ لعبة اطفال هي؟ ايه ده؟ خلونا ناخد رحلة في دمغستان، وبالتحديد في مدينة الأطفال. هي في الواقع المدينة دي اسمها كده، ولكن كل اللي موجودين فيها هم أشخاص بالغين كبار في السن وسعداء. يا صديقي، ما تستغربش لما تعرف إن أغلب الأشخاص الناجحين واللي وصلوا لأهدافهم في سن صغير هم في الواقع عبارة عن أشخاص صغيرين بس عايشين جوه جسم راجل كبير بالغ. وما تستغربش كمان لما تعرف إن أعمار الناس اللي ساكنين في مدينة الأطفال دي بيعدي 4000 سنة، وساعات بيوصل ل5000 كمان. وللإجابة على أسئلتك دي يا صديقي، زي إزاي وليه وإيه الهبل ده، خلونا ناخد حموكشة من مدينة الأطفال كمثال صغير. حموكشة زي أي إنسان لسه بادئ حياته بيحاول يعبر عن نفسه بأصوات وحركات مختلفة. هو لسه طفل ما بيعرفش يتكلم، وخصوصا الصراخ والبكاء. بس ليه كده يا حموكشة؟ انت هتكفر أهلك من قبل ما تكبر يا جدع. إن حموكشة بيكبر واحدة واحدة، ومع الوقت بيتعلم إزاي يعبر عن نفسه بطرق مختلفة، ومن ضمنها الكلام. وبيتعلم واحدة واحدة بالتجربة ايه اللي بيحبه وبيريحه وبيعمله ده بس، وبيرفض اي حاجة تانية مش على مزاجه ومش بتريحه، لغاية ما بيوصل لسن معين. وعند السن ده ادراكه بيبتدي يزيد، ويبتدي يفكر ويبص بره نفسه شوية. عينه بتفتح واحدة واحدة على عالم الكبار، بيبتدي يشوف بيت اوسع فيتشجع ويروح يطلب من اهله: ليه يا بابا ما ناخدش شقة اكبر؟ ليه ما نقعدش في بيت اوسع؟ ليه ما ناخدش شقة على الأهرام وشقة على النيل ونفتحهم على بعض؟ وهنا بتبدأ أول صدمة لحموكشة مع الواقع، وبترد عليه الرد اللي كلنا حافظينه: إحنا فقراء يا كلب. وبياخد قلم خماسي الأبعاد على وشه بيجيب له حول مؤقت. ما تقلقش يا حموكشة، كلها كام يوم وهيروح لوحده. هنا بقى حموكشة لسه مش فاهم يعني إيه فلوس، ولا يعني إيه كلمة فقر. ويبتدي يبص لصاحبه تاني، ويلاقي مع صاحبه حتة عربية بريموت كنترول عينه هتطلع عليها زي اللي كان بيلعب بيها من شوية، فيتشجع تاني ويقول أنا لازم أبقى قوي، ويروح يقول لباباه. بس للأسف بيلاقي الحول المؤقت رجع له، وبيبتدي ساعتها يفهم يعني إيه فقر. بس يمكن مامته ساعدته يفهم. هنا بقى حموكشة بيبتدي يقرر إنه يجيب لنفسه كل حاجة، ويبتدي يدور حواليه على إيه اللي بيجيب فلوس علشان يجيب لنفسه ويبقى زي أصحابه ويحقق أحلامه في وقتها. بس للأسف مامته ما كانتش على الوعي الكافي اللي تلاحظ فيه السلوك ده، وتبتدي تتكلم معاه فيه وتفهمه بالراحة: يا حموكشة يا ابني، في حاجات كتيرة في الحياة أهم من الفلوس. أو يمكن فهمته، بس حموكشة عنيد ودماغه ناشفة وبيحب يجرب بنفسه، فيبتدي يدور على أي حاجة بتجيب فلوس، ويبتدي يعمل أي حاجة لا هو حاببها ولا طايقها، بس المهم ياخد المرتب. وهنا بتبتدي تتحول حياة حموكشة لجحيم، لا طايق نفسه ولا طايق العيشة ولا اللي عايشينها. ويبتدي القلق والخوف المزمن يتمكن من حياته، وتبتدي تظهر عليه أعراض الاكتئاب. يا عيني يا حموكشة، ما انت عايش طول حياتك خايف من بعبع التارجت، ولغاية دلوقتي يا حموكشة يا حبيبي مش عارف تجيب العربية أم ريموت. جيتلك على الجرح يا حموكشة، معلش. هنا بقى يبدأ حموكشة يقف عند قرار مصيري بعد ما قرر إنه غير سعيد بالمرة ولازم يغير حياته، ولكنه للأسف محتار، مش عارف هو بيحب إيه، والأوبشنز قدامه كتيرة جدا. ومن كتر انغماسه في التارجت نسي هو كان بيحب إيه عشان يجيب العربية أم ريموت. ونرجع تاني نقول: يا ترى السن اللي حصلت فيه التغيرات دي كلها كان عنده كام سنة؟ كل العلماء في أغلب البحوث الحديثة أجمعوا على إن السن ده عند 10 سنين، بل وأجمعوا إن لو جسمك فضل بنفس الخصائص اللي ما كانت موجودة وأنت عندك 10 سنين ممكن سنك يوصل ل5000 سنة وأكتر. هو مش شرط يبقى 10 سنين بالظبط، ممكن يزيد ممكن ينقص على حسب ظروف كل حموكشة وظروف البيئة المحيطة بيه ونشأته. حموكشة يا صديقي موجود في دمغستان، بالتحديد في مدينة الأطفال، يعني موجود في دماغ كل واحد فيه، والقرار في إيدك أنت. يا إما حموكشة يعيش سعيد،
يا إما يعيش طول حياته بيجري ورا التارجت عشان يجيب العربية أمر يموت.